السلام عليكم، اهلا بكم في قناه فن الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل عروسه شكلها شيك جدا. هنتعلم فن الامجرومي. طبعا الفن دوت بيبقى فيه كل حاجه. مش عرايس بس، تقدري تعملي دبدوب وتعملي كل حاجه منه. فهنعمل مع بعض النهارده عروسه، وهنتعلم ازاي نشتغل الامجرومي، لان هو ايه، له نظام كده في الشغل. فحبيت ان انا اعمل معاكم النهارده ده كده زي ما انتم شايفين كده. ايه ديت رجول العروسة عاملاها بالشكل ده كده، وديت ده اليد او الدراع زي ما انتم شايفين كده. هنتعلم بقى نعمل مع بعض الحاجات دي. في اول حاجة هنبدأ بيها هي الرجل بتاعة العروسة، وبعد كده هنعمل اليد او الدراع زي ما انتم شايفين كده اهو. هنبدأ نعملهم مع بعض النهارده، وانت حتى لو لسه مبتدئة هتعرفي تعمليه بكل سهولة، لان انا مسهلة عليكم ان شاء الله الشغل بتاع الامجرومي ده. فاول حاجه الخيوط اللي هتستخدميها هي خيوط اليزا، خيوط رفيعه زي ما انتم شايفين. وانا استخدمت الدرجه دي اهو. ده كده ايه اللون اللي انا استخدمته، على حسب لو انت اي لون بقى انت حابه تعمليه. الدرجه ديت انا عاملاها ايه لبشره الجسم. اللون اللي انت حابه تعمليه مفيش اي مشكله. دي خيوط اسمها اليز ديفا، استخدمتها في الجسم. والابره اللي هستعملها هستخدم ابره مقاس 2 ونص. وطبعا معايا الابره، ومعايا علامه عشان خاطر اعلم بيها الغرز. لازم العلامه تبقى موجوده معاكي عشان تعلمي بيها الغرز وما تتلخبطيش في عدد الغرز. فهنبدا بقى كده. اول حاجه هنبدا نعمل بيها، هنعمل الرجل زي ما انتم شايفين كده اهو. عملتها بالشكل ده كده. هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. هي سهله جدا. هنعمل عقده البدايه بالشكل ده كده اهو. هدخل كده بالابره. لا ديت مش هيبقى فيها عقدة بداية، معلش نسيت. هيبقى دايرة سحرية هلفها على صباعي زي ما انتم شايفين كده اهو. وهدخل بالإبرة كده، وهنبدأ نسحب خيط ونقفل الدايرة زي ما انتم شايفين كده. وفي الدايرة السحرية دي هنعمل فيها 6 غرز حشو. ده كده 1 2 3 4 5 6. هنشد بقى الخيط بالشكل ده كده، نقفل الدايرة بتاعتنا اهو. وهنيجي بقى في أول غرزة، اول سلسله احنا عاملينها اهو زي ما انتم شايفين كده. هندخل نعمل فيها تزايد كده. دي كده اول غرزه. احنا مش هنقفل بمنزلقه، هندخل على طول في اول سلسله عملناها، اول غرزه عملناها اللي هي الحشو. هنعمل فيها 2 حشو في نفس المكان. فهجيب العلامه بتاعتي وهعلم المكان ده عشان ابقى عارفه كل دور بيبقى نهايته فين، عشان خاطر لما اجي اقفل الشغل يبقى الشغل مظبوط معايا اهو. زي ما انتم شايفين كده عملت ايه، قفلت بقى الدايرة كويس. وهعمل في كل غرزة حشو 2. يبقى هعمل تزايد. الدور ده هيبقى تزايد. كل غرزة حشو من اللي انا عملتها هعمل فيها 2 غرزة حشو في نفس المكان اهو. تزايد كده. هيبقى معايا كام؟ 12 غرزة. 12 غرزة حشو في الدور التاني ده. بقى عملت الاول 6، وبعد ما بعمل 6 بعمل تزايد في الدور التاني 12 غرزة حشو. كل غرزة بعمل فيها 2 اهو زي ما انتوا شايفين كده. ودي كده اخر واحدة بعمل فيها 2، بقى كده معايا 12 اهو. شد بقى ايه السلسلة كويس، اقفلها اهو. اخلي بقى دي كده لجوه وبره الغرز بتاعتي بالشكل ده كده. بس هشيل بقى العلامة اهو، وهدخل انا مش هقفل خالص بمنزلقة هنا. هكمل بقى بقية الادوار عادي. هدخل اعمل غرزة حشو. الدور ده كده الدور التالت. هعمل كل بقية الادوار اللي عندي كلها غرز حشو، مفيش اي تزايد فيها. دي كده طريقة الاول الرجل بتاعة العروسة اهو. زي ما انتوا شايفين كده هفضل اعمل بقى غرز حشو عادي خالص من غير اي تزايد ولا تناقص. هي هفضل ارتفع بالادوار كلها غرز حشو اهو. مفيش تزايد خالص في اي دور عندي. هفضل ارتفع لحد ما توصل معايا للطول كام. هعمل 30 دور اهو. كله غرز حشو. بشيل العلامة، بعمل مكانها غرزة حشو زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انا بعمل كده
اهو، وبجيب العلامة واعلم تاني مكانها عشان خاطر ابقى عارفة نهاية الدور بيبقى فين. بس كده، وافضل بقى مكملة كده واشد بقى دي، شايفين شدتها قفلتها بالشكل ده كده، هتبدأ ايه تلم كده معايا لجوه وتتكون عندي الشكل اللي انا وريته لكم في اول الفيديو اهو زي ما انتم شايفين كده. هتفضلي بقى كده ترتفع بالادوار لحد ما توصل معاكي ل 30 دور، والعلامه هتشيليها، مفيش، ما بنقفلش بمنزلقه خالص، بتفضلي ترتفعي كده لحد ما توصل معاكي 30 دور. طبعا انا كنت عاملاها قبل الفيديو، فزي ما انتم شايفين كده فضلت ارتفع بالادوار لحد ما عملت 30 دور الرجلين. دي كده طريقه الرجل، طريقتها سهله جدا، مفيش فيها اي مشكله اهو. هتفضلي ترتفع بالادوار لحد ما توصل معاكي ل 30 دور. هنشوف بقى طريقه عمل الدراع او اليد بتاعه العروسه. هنعمل مع بعض بقى اليد بتاعه العروسه. هنعمل زي ما انتم شايفين كده الدايره السحريه بالشكل ده كده اهو. هلفها على صباعي كده وبدخل بالابره كده، اسحب خيط واقفلها اهو، تكون عندي ايه الدايره زي ما انتم شايفين كده. هندخل فيها برضو ونعمل فيها 6 غرز حشو. ده كده 1 2 3 4 5 6. وهنشد الخيط بالشكل ده كده عشان نقفل الدايرة اهو. وهنيجي في اول غرزة حشو عملناها زي ما انتم شايفين كده اهو، هدخل فيها وهعمل فيها 2 غرزة حشو، وهعمل برضو تزايد زي ما عملنا في الرجل بتاعة العروسة، لكن بعد كده الادوار هتختلف. هعمل ادي كده 1، هجيب العلامة دي مش هشيلها خالص لحد ما اخلص اليد كلها اهو. ده كده اول غرزة، هدخل فيها كمان اعمل فيها تزايد، وهعمل في كل غرز الحشو اللي عندي تزايد، هيبقى عندي 12 غرزة حشو اهو. زي ما انتم شايفين كل غرزة بعمل فيها 2، وعدهم كويس عشان خاطر الشغل يبقى مظبوط معايا. بعد كده بعمل تزايد في كل الغرز اللي عندي، كل غرزة 2 غرزة حشو. كده خلاص بقى وصلنا للدور الثالث. الدور الثاني عندنا 12 غرزة حشو، والدور الثالث انا شلت كده العلامة. هدخل اعمل حشو كده في اول مكان اللي هو فيه العلامة، واعلم تاني بالعلامة بتاعتي. وهعمل ايه بقى الدور الثالث؟ هعمل 5 حشو فردي من غير اي تزايد. ده كده 1 2 3 4 5، والستة هعمل فيها تزايد 2 حشو في نفس المكان. وهكرر برضو تاني 5 فردي، 1 2 5 فردي، واحدة تزايد، و5 فردي وواحدة تزايد. 5 غرز حشو وبعدين تزايد و5 غرز حشو. والعلامة اللي قبل الأخيرة شايفين الغرزة اللي قبل العلامة بدخل أعمل فيها التزايد اهو في نفس المكان كده. خلاص وصلت للعلامة. يبقى الدور الثالث بيبقى عندي 14 غرزة حشو، 5 فردي وواحدة تزايد، 5 فردي وفي الستة تزايد. بشيل العلامة وبعمل دورين حشو من غير أي تزايد ولا تناقص. ده كده عملت أول واحدة. بحط العلامة بتاعتي برضو، تفضل العلامة موجودة معايا علشان خاطر ما اتلخبطش، واعد الغرز معايا علشان تبقى الشغل مظبوط. بدخل بقى اعمل دورين من غير اي تزايد ولا تناقص، دورين فردي زي ما انتم شايفين كده. هعملهم بقى وارجع لكم تاني. كده خلاص بقى عملت الدورين زي ما انتم شايفين كده اهوت، بقت معايا بالشكل ده كده. عملت دورين من غير اي تزايد ولا تناقص. هنبدأ نعمل بقى مكان الاصبع اللي احنا كنا عاملينه في اليد دي اهو. شايفين كده مكان الصباع ده كده، هنعملها مع بعض دلوقتي. هنعملها مكان العلامة، عشان كده بقولك العلامة ما تشيلهاش خالص. انا كده هشيل العلامة وهعمل مكان الصباع، وبعدين ارجع العلامة تاني. هدخل كده هلف الخيط على الابرة بالشكل ده كده، وادخل في مكان العلامة، اسحب خيط معايا 3 حلقات مش هخرج منهم. هلف الخيط تاني على الابرة وادخل في نفس المكان اهو، واسحب وارجع تاني الف خيط على الابرة زي ما انتم شايفين. وادخل كده اسحب خيط كده معايا كام 1 2 3
4 5 6 7 زي ما انتوا شايفين كده، بخرج منهم كلهم، وده كده اتكون عندي مكان الصباع اهو. وبكمل بقى الغرز بتاعتي عادي خالص، غرز حشو الدور ده كله من غير اي حاجه بقى اهو. واعلم بقى الابره العلامه مكان اللي احنا عملنا فيه الصباع زي ما انتوا شايفين كده اهو. هيبدأ بقى ايه يبان معايا بعد كده في الشغل. هكمل بقى الدور ده من غير اي تزايد ولا تناقص، دور كله بغرز الحشو. بعد ما عملنا مكان الصباع اللي احنا عملناه هنعمل الدور كله من غير اي تزايد ولا تناقص. هكمل بقى الدور كله غرز حشو وارجع لكم تاني نشوف مع بعض الدور الجاي هنعمل ايه. بعد ما خلصنا الدور زي ما انتوا شايفين كده هنشيل العلامة، وهنيجي بقى نعمل تناقص في الدور ده. هناخد زي ما انتوا شايفين كده مكان الاصبع اللي احنا كنا عاملينه هنا، هناخد ايه نعمل تناقص. التناقص هنعمله ازاي؟ هناخد الفتله الاماميه من الشغل، مش هناخد الفتلتين، هناخد اهي زي ما انتوا شايفين كده، ده كده فتله اماميه واللي بعديها كمان لفوق الصباع بالظبط اهو. باخد الفتله الاماميه برجع اخرج منهم كده واخدهم بالشكل ده كده، ده كده التناقص اللي انا بعمله. وهنحط العلامه في التناقص اللي كنا عاملينه اهو بس كده. وهنكمل كام بقى؟ هنعمل 5 غرز حشو كده. خلاص عملت التناقص، هدخل اعمل 5 غرز حشو. 1 2 3 4 5 وهعمل في ال6 تناقص. هدخل اخد زي ما انتوا شايفين كده اهو، باخد الفتلة الأمامية دي بسحبها كده وعلى اللي بعدها على طول كده واخرج كده بالشكل ده. ده كده التناقص اللي انا بعمله. وهعمل ال5 التانيين تناقص، اخر 5 كده. 1 2 3 4 5. هي بعد الدور ده بعمل تناقص في مكان الإصبع، وبعدين بعمل 5 5 من غير تناقص، وبعدين تناقص، وبعدين 5 الأخير. كده وصلت للعلامة. هشيل العلامة بالشكل ده كده، وهدخل أعمل تناقص مكان العلامة برضو، اللي هو أنا باخد الخيط اللي معايا ده كده وبرجع تاني اخد خيوط الأمامية زي ما انتوا شايفين كده، وبسحب خيط وبخرج منهم بالشكل ده كده. ده كده التناقص بتاعي، وبعلم بالعلامة تاني كده. انا عملت تناقص مكان العلامة. هدخل اعمل بقى 4 غرز حشو فردية، 4 غرز حشو فردية. 1 2 3 4 وبعدين تناقص اهو. اخد الخيط الامامي بالشكل ده كده اهو، واروح على اللي بعدها كمان اخدها واسحب خيط واخرج منها بالشكل ده كده. وده كده التناقص بتاعي. وبعدين بعمل كمان اخر 4 فردي بالشكل ده كده، 4 غرز حشو اهو. ودي اخر واحدة اللي هي ايه قبل العلامة دي كده، الرابعة. يبقى انا كده عملت الدور ده 4 تناقص، 4 غرز حشو، قصدي واحدة تناقص، تناقص 4 غرز حشو، تناقص 4 غرز حشو. هنكمل بقى، هنفضل ده كده الدور الأخير. الدور اللي احنا عملناه ده هيبقى عدد الغرز عندي 10 غرز حشو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. عملنا الشكل بتاع الإيد من تحت ده كده اهو. هنفضل نرتفع كده بقى 6 أدوار من غير أي تزايد ولا تناقص. 6 أدوار على ال10 دول هيبقوا معايا 10 غرز حشو هترتفعي بيهم 6 أدوار. وبعدين نرجع نكمل بقى بقية اليد. هكمل بقى انا هرتفع انا 6 ادوار وارجع اوريكم. كده خلاص بقى زي ما انتوا شايفين فضلت ارتفع بالادوار لحد ما عملت 6 ادوار من غير اي تناقص ولا تزايد زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي. هبدأ بقى اكمل بقية الادوار بتاعتي، وهي ان انا هعمل ايه،
هشيل العلامة وهاجي مكان العلامة هعمل تزايد في نفس المكان، 2 غرزة حشو في نفس المكان، واجيب العلامة بتاعتي واعلم تاني، واكمل بقى بقية الادوار من غير اي تزايد ولا تناقص، وهرتفع تاني بالادوار 10 ادوار من غير اي تزايد ولا تناقص. هشرح لكم بقى الجزء اللي باقي علشان الفيديو ما يبقاش طويل معايا. هاجي مكان العلامه عملت تزايد زي ما احنا قلنا، وكملت الدور من غير اي تزايد ولا تناقص. هرتفع 10 ادوار بالشكل ده كده لحد ما اعمل 10 ادوار من غير اي تزايد ولا تناقص. وبعد ما اعمل 10 ادوار هرجع تاني مكان العلامه اعمل فيها 2 غرزه حشو في نفس المكان تزايد، وبعدين ارتفع كمان 7. يعني زي ما انتم شايفين كده اهو، ده كده الشكل اهوت. زي ما انتم شايفين كده اليد دي كده انا كنت عاملاها كده ال6. هرجع اعمل تزايد، هرتفع 10 هيوصلوا لحد هنا، هعمل تزايد تاني عشان كده بقول لك العلامه لازم تكون موجوده معاكي. وهرجع تاني بعد ما ارتفع ال10 ادوار هيوصلوا مثلا لحد هنا، هرجع اعمل مكان العلامه تزايد تاني وارتفع تاني 7 ادوار لحد ما يوصل معايا للطول اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. ده كده شكل الطول بتاع الدراع. انا حبيت ان انا اشرح لكم عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل معايا. كده انا خلاص بقى خلصنا الدراعين والرجلين. كده خلاص بقى هنجمع الرجلين مع بعض بالشكل ده كده. فهاجي بقى من هنا كده المكان اللي احنا كنا بنقفل فيه اهو، المكان اللي كان فيه العلامة هدخل في دي كده واسحب خيط اهو، وابدأ ان انا اعمل ايه بقى، اعمل 3 سلاسل اهو. اسحب خيط بالشكل ده كده وهعمل 1 2 3 زي ما انتوا شايفين كده. هجيب الرجل التانية اهو، وهاجي من هنا كده. الخيوط دي كلها طبعا هننضفها، هي اللي عامله معانا بس في الشغل ده كده. في الاخر بقى بنضف ده كله. باجي بقى من هنا كده اهو زي ما انتوا شايفين، ادخل في دي كده واسحب خيط الرجل التانية اللي قصادها الناحيه التانية اهو، اسحب خيط واقفل فيها وغرزه حشو بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهي. وهكمل بقى غرز حشو على الرجل كلها بس كده. مكان العلامة طبعا هتبقى في الجناب، الجنب من الرجل ده كده هيبقى مكان العلامة. هدخل بقى اعمل غرز حشو كده على الرجل كلها زي ما انتوا شايفين اهو، ونبقى عارفين ان العلامة بتاعتنا مكانها في الجنب ده كده اهو. هعمل بقى غرز حشو عادي من غير اي تزايد ولا تناقص زي ما انتوا شايفين كده بعملها اهو. المهم ان انت تعدي الغرز معاكي عشان ما تزوديش غرز وشكل الشغل يبقى مش حلو اهو. ناخد الفتلة دي معانا اهو، هلف الرجل كلها زي ما انتوا شايفين كده بغرز الحشو اهو زي ما انتوا شايفين. هاجي بقى على ال3 غرز، على ال3 سلاسل اللي احنا عملناهم هنعمل فيهم ايه 3 غرز حشو عادي خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده. ادي 1 2 3 بس كده. واكمل بقى بقية الادوار على الرجل التانية اهو، كمل فيها بغرز الحشو زي ما انتوا شايفين كده. هلف على الرجل التانية هلف على الرجل التانية كلها كده زي ما انتوا شايفين اهو، لحد ما اوصل للجهة التانية من ال3 سلاسل اهو. شايفين كده لفيت على الرجل كلها، وصلت للجنب التاني من ال3 سلاسل اللي احنا كنا عاملينهم اهو. دي كده اخر غرزة، وهدخل بقى في ال3 سلاسل برضو اعمل 3 غرز حشو اهو. شايفين كده بقلبها بالشكل ده كده، وادخل اعمل 3 غرز حشو. ده كده 1
اهو، لحد بعد كده بقى هتظبط معاكي وهيبان معاكي ايه شكل الغرز. بس ده كده التالتة. واكمل بقى عادي على الرجل التانية، وافضل بقى اعمل كده، الف كده على الرجل ديت، واعمل الثلاث سلاسل اللي عملناهم بنعمل فيهم غرز حشو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كده بدأت تبان معايا ازاي اهو. اهو هكمل بقى كده كام دور، هعمل 8 ادوار، يعني هفضل اعمل كده 8 ادوار. الف على الرجل دي كده واجي من هنا اعمل 3 غرز حشو، الف على الرجل كلها كده واجي هنا اعمل 3 غرز حشو اهو زي ما انتوا شايفين كده. هكمل بقى كده وارجع اوريكم التسع ادوار. بعد ما خلصتهم هعمل قصدي 8 ادوار. هكمل بقى الف حواليها كلها 8 ادوار وارجع اوريكم اهوت كده. خلاص خلصت زي ما انتوا شايفين كده، عملت 8 ادوار اهوت زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما هكمل بقى الدور اللي جاي ده، وبعد كده ان انا ابدا ايه احشي الرجل وادخل فيها الدعامه اللي احنا هنعملها للرجل. بس انا هخلص بس الادوار دي الاول وبعدين احشي العروسه كلها. بعد ما عملنا بقى الثمان ادوار هنبدا نعمل دور تناقص. هدخل هسيب العلامه بالشكل ده كده، وهدخل اعمل الاول 5 غرز حشو ادي كده 1، واحط العلامه تاني مكانها. طبعا العلامه زي ما قلت لكم في جنب الشغل بالشكل ده كده. 1 2 3 4 5، وهعمل فيه الستة تناقص. زي ما قلنا بناخد الغرزة الأمامية والأمامية اللي بعديها كمان اهو هعمل فيها تناقص، وهعمل كمان 5 حشو 3 4 5 كده، وبعدين هعمل تناقص تاني اهو. يبقى باخد السلسلة اللي قدام دي كده، ما بسحبش بقى غير باخد السلسلة دي اللي واتنين سلسلتين ورا بعض، باخد الأمامية بس، بخرج كده وبخرج منهم كده تناقص، وبعمل 5 حشو تاني عشان خاطر ألم معايا الجسم اهو. 4 5، وبعدين أعمل تناقص كده السلسلة دي مع دي. هكمل بقى الدور بالشكل ده كده وارجع اوريكم الدور اللي جاي هنعمل ايه. كده خلاص خلصت الدور زي ما انتوا شايفين كده. هرجع اعمل كمان دور تناقص. هشيل العلامة بالشكل ده كده اهو، وهعمل 6. المرة اللي فاتت كنا عاملين 5، المرة دي هنعمل 6 حشو. ده كده عملت اول حشو، هنحط العلامة بتاعتنا مكانها تاني. هنعمل 6 بقى حشو عادي من غير تناقص، وبعدين واحدة تناقص كده. 1 2 3 4 5 6، وبعدين دي تناقص اهو عشان خاطر تلم معانا الوسط بتاع الجسم اهو. هعمل 6 كمان وبعدين واحدة تناقص. زي ما انتوا شايفين كده ده التناقص اللي عملناه. 6 وبعدين واحدة كمان تناقص، وبعدين 6 واحدة تناقص اهو بالشكل ده كده. هكمل بقى الدور ده وارجع لكم. كده بقى خلاص عملت كمان الدور ده تناقص زي ما انتوا شايفين، بدأ يلم معايا الجسم بالشكل ده كده. وهفضل اعمل كمان 10 ادوار من الادوار دي من غير اي تناقص ولا تزايد اهو. هفضل بقى طالعه ادوار ثبات من غير تزايد ولا تناقص خالص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا العروسه بتاعتي طولها هيبقى في حدود 20 سنتي. انا معايا بقى زي ما انتوا شايفين السلك ده كده علشان ادعم بيه العروسه. فهدخل السلك في رجل من الرجل دي
وهدخلها كمان في الرجل التانية اهو زي ما انتم شايفين كده اهوت. اهو دخلت الاول الرجل كده والف ده كده على بعضها بالشكل ده كده، عشان هيكمل معايا لحد ما اعمل معايا الراس وبقيه الجسم. يبقى انا عملت رجل الناحيه دي ورجل الناحيه دي اهو، وادخل فيها السلك لحد اخر الرجل اهو. شايفين واصله لحد الاخر كده وواصله لحد هنا. هاجي بقى الفايبر بالشكل ده كده اهو، دي كده هيكمل معايا، هلفها كده وهتكمل معايا باقي الجسم. لو بقى في حته طويله هقصها منه عادي زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الفايبر ده اللي انا هحشي بيه العروسه زي ما انتوا شايفين، هقطع منه كده وادخلها في الرجل اهو. طبعا لو معاكي بقى عصايه خشب زي كده اهو، بتعملي بيها بقى كده وتدخليها بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين كده لحد اخر الرجل كلها اهو. احشي بقى الرجل كده اهو، ادخلها كلها بس كده وتظبطيها بالشكل ده كده. هحشيها بقى بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شفتوا، واتاكد ان الدعامه بتاعتي موجوده اللي هو ايه السلك ده اهو. هكمل بقى حشو الرجل دي والرجل دي، وهكمل بقى ارتفع بالادوار، وبعد ما ارتفع بالادوار كمان 10 ادوار هبدا احشي الجزء ده كله، وبعدين نرجع بقى نكمل تركيب اليد. لما نرتفع الاول بالعشر ادوار، هنرتفع ب10 ادوار من الادوار الثبات دي، هنرجع بقى نشوف هنركب مع بعض اليد ازاي، وبرده هنعمل لها دعامه من السلك وهنحشيها. هكمل بقى الحشو ده كده، وهكمل الجزئيه اللي هي ال10 ادوار دول، ونرجع نكمل مع بعض بقيه بقى الجسم، الرقبه والراس. هكمل بقى ال10 ادوار وارجع لكم.